اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه افتتح معرض اهلا رمضان المجاور لمبنى ديوان محافظه الاسكندريه باسعار المخفضه. المقصد مجانا معايا الرز اللي كانوا جايبينه زي ده رز انضف كتير. ده ايه؟ عمل ايه ده؟ سكر. لا انا السكر 18. ده تبع ايه ده؟ تبارك؟ عامل خفاضات ايه بقى؟ هو شكل جميل بس عاوز تعرف الاسعار. بص حضرتك ده كده 40 ده هيطلع كيلو. كيلو يبقى كويس. السكر بس الزيت ده كام؟ 45. ده كلاماتك كبير شويه في الاول. 35 42. يعني هو افضل حاجه عندنا النهارده السكر 18 والرز ممتاز جدا. الحبايه جيده الى حد ما الشاي معقول. الزيت لا عاوزين اللحوم. السلام عليكم. اللحمه بكام النهارده؟ الفرق ايه؟ السوداني لا السوداني كام؟ السوداني يا فندم بلدي. لا السودان من 2010 ما ينفعش. ما احنا ما جبناهوش عشان ما ينفعش. ما ينفعش لا. مع المحافظ يعني الخضار الاستخفاضات كام؟ المفروض من 10 ل 30. السلام عليكم. ازيك؟ عاملين تخفيض للناس ولا؟ الموز 11 جنيه. والبرتقال 4 جنيه كويس جدا طبعا. بس الكميات ايه؟ عندك كميات؟ الناس اتجمعوا علينا الصبح راح جم وقفونا. كانت علينا ايام الصبح. يعني تابعت قبل الافتتاح. ماشي. كويس كده. احنا الناس انبسطت كويس. ان شاء الله. تعليماتك يا باشا. الله يبارك. مع المحافظ مع اقتراب شهر رمضان يعني حضرتك حريص تمام الحرص على زيادة المنافذ خاصة أهلا ورمضان. النهارده معرض جديد يا فندم عشان خاطر يعني توفر على الناس يعني أسعار بسيطة يا فندم في متناول اليد. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا في البداية نوضح ان المعرض ده خلف ديوان عام محافظة الاسكندرية على طول. بنقدم فيه كل المواد التموينية والسلع الاستراتيجية. الاسعار الحمد لله يعني اعتقد اسعار مخفضه بشكل كويس جدا بالنسبه للسكر وبالنسبه للرز. اسعار ما فيش في المحافظه كلها زيها. عندنا اللحوم بدل 280 300. الرز والسكر انا عاوز معلش اطلع الورقه كده. الرز من 26 ل 17 جنيه والسكر من 22 ل 18 جنيه والزيت الكنزي من 45 ل 40 جنيه.
الفاكهه تخفيضات حوالي 30%، كلها الفاكهه والخضروات كلها بالكامل. ده المعرض اهل رمضان يمكن رقم 15 عندنا في اسكندريه. احنا بكره ان شاء الله في افتتاح معرض كبير جدا في برج العرب، عشان احنا وعدنا اهلنا في الغرب ان هنفتح معارض هناك. فاحنا النهارده بكره ان شاء الله هنفتتح صباحا معرض كبير وضخم عشان ندعو اهلنا في غرب اسكندريه يكونوا موجودين معانا في المعرض، او بعد الافتتاح على طول يشتروا متطلباتهم كلها. النهارده بندعو اهلنا في اسكندريه وخاصه في شرق اسكندريه انهم يشرفونا في المعرض. هو المعرض انا شايف طبعا قرب يخلص من كتر اللي كان فيه زحام الصبح بشكل كبير، لكن احنا كل التجار اللي بنتعامل معاهم وعدونا ان معرضنا او المعرض هنا مستمر ان شاء الله لغايه نهايه رمضان. مع المحافظ اديت توجيهات، يعني اي مكان ينفع يتعمل فيه منفذ لاهل رمضان اديت تعليمات يعني بعمل هذه المنافذ من اجل تسهيل على المواطنين فكره المنافذ وجودها. لا خليني يعني اوضح امر هام جدا. اللي باخد منه وعد صادق واتابعه ان يكون السلع مخفضه بالقدر الكافي تسهيلا للمواطن، ده اللي بقدر اقيم له معرض. انما انا لو وافقت على كل شارع يتعمل فيه شادر وفي الاخر يبيعوا باسعار نفس الاسعار اللي موجوده بره، مش هينفع. احنا كل المعارض دي معموله تسهيلا للمواطنين يعني وتخفيفا عن كاهلهم ان احنا نبقى الى اسعار رخيصه. بعض المعارض اشتكى كتير من ان هو لا يجد السلع. فعلا، لان في فتره معينه كده السلع بتنزل 8 الصبح على الساعه 12 بتكون خلصت بالكامل. وخليني اوجه الدعوه للمواطنين واهلنا في اسكندريه مره اخرى، لا داعي لتخزين اي سلعه، لان السلع متوفره بشكل كويس جدا وموجوده بشكل كويس، فبلاش عمليه التخزين اللي هي بتؤثر على وجود السلع في المنافذ بتاعتنا اهل رمضان. تمام، شكرا. شكرا. ورينا بقى. خلصنا من